خطط العمليات اللي درسناها وقررنا انه ننفذها هلأ بلشت تطبق كلياتها بنجاح. هالمرة لما اختفينا وما بينا حالنا كانت استراتيجيتنا صحيحة، يعني استخدمنا الملقط وهيك حمينا ايدنا وما حرقناها. بس لهلأ ما وصلنا للنتيجة اللي بدنا اياها، وخطط هالعمليات هي مهمة كتير إلنا. الصراعات السيكولوجية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والمذهبية مفروض كلها تتوجه لمصلحتنا. نحن لنضمن نجاح العمليات استخدمنا أهم مؤسسات الدولة، الإعلام المناصر إلنا، منظمات المجتمع المدني، هيئات رجال الأعمال والنقابات التجارية، ومنشان نقدر نخوفهم عم نستمر بعمليات الضغط الدائم عليهم. فضل السياسيين الفوضويين يلي نحن داعمينهم وصلنا البلد لمرحلة ركود سياسي، ونحن بصدد تحقيق هدفنا بتحطيم أمل الشعب. وكل هدول الخطط لو ما كنا نحن معكم ما قدرتوا تعملوها. بس ما بعرف ليش كل الفعاليات يلي خططنا لها بالمنطقة عم تنكشف. انكشفت المنظمات الماسونية، وخططنا مشان الخلافات الدينية والعرقية والعداء بين الدين والدولة، حتى هي ما قدرنا نخفيها عنهم. وانتو هون ما في غير عم بتقولوا المهسترين بحب الوطن والوطنيين المخلصين، يعني ما في جهة عنا ما قدروا يكشفوها، ونحن صبرنا قرب ينفد. ايه بس لا تستخفوا بالوطنيين المخلصين، لأنه حاليا من الأهداف الهامة بخطط عملياتنا هو إنهاء هالمستهترين بحب الوطن يلي قدروا ينقلوا فعالياتهم من خلال التعليم والحوار من جوات البلد لبراتها. وأفضل شيء إلنا إنه نعلقهم مع عناصر أجهزة الحكم المطلق، والمفروض كمان إنه نوقف بوش فعاليات التعليم والحوار التعليمي. بس يمكن ما ننجح لأنه أنتو كلكن تعرفوا قديش بعتنا تقارير عنهم لأكبر جهاز استخبارات بالعالم، وحتى إني بعتت لعندهم أكبر مساعديني، بس ما قدرنا نوصل لنتيجة. حتى المسؤولين الكبار ما عم يقدروا إنهم يسيطروا عليهم، ولا حتى عم يقدروا يقنعوهم إنهم يوقفوا نشاطهم. يا معلم، كل شي عم ينتشر تنفذ حسب أوامركم، حتى إنه تجاهلنا مسابقة اللغة التركية، والكتاب عنا عم يحاولوا بكتاباتهم يرهقوا المواطنين المخلصين. وغير هيك عم نحاول دائما لنوصل من خلال كتاباتنا إنه نضاعف الروح المعنوية لهدول البيروقراطيين الشايفين حالهم. وعم نحاول كمان نكتب بالأخبار إنه الجهاز الإداري لسلك القضاء الأعلى متقاعس، وهيك نحن منكون عم نحكي دائما عن الوطنيين المخلصين وعم نألف أخبار عنهم. بس نحن هيك عم نزيدها زيادة بشغلة المراقبة والمحاسبة. نحن عم نقول رح منخلص عليهم، بس نحن هيك عم نتشرشح، لا وعم ناكلها كمان. والمفروض هلأ انه نضاعف الثقة بسلك القضاء وبهدول الوطنيين المخلصين، وضروري انه نبلش بحملتنا هي عليهم بأسرع وقت ممكن. وأهم شيء انه نخلق عليهم قصص كذبية بشكل دائم، ونحاول انه نظهر كل الوسخات اللي عم يقوموا فيها، ونحاول انه نزيد دائما بهذا الحكي مشان نوصل بالاخير لمرحلة انه نخلي الشعب ما يوثق بالحاكم ابدا، ويوثق بس بالكلام اللي عم نحكيه. ولحتى نوصل لهذا الشيء المفروض انه نزود الصحافة بمعلومات وسخة وغير صحيحة، ونمنع من وصول المعلومات الصحيحة والدقيقة لأفراد الشعب. بالسنوات الأخيرة ازداد نشاط المنظمات الدينية المؤثرة، ويلي عم يزعجنا إنه في رؤوس أموال وأشخاص لهلأ مانن تحت سيطرتنا. استفيدوا من هالأزمة وحلوا هالشغلة. اسمعوا، انتوا هلأ مضطرين تبينوا إنكم ممنونين ومطمنين من الدولة القوية، وإلا نحن عنا خطط A B C D، حتى في عنا خطط احتياطية كمان، وممكن نلاقي مجموعات جديدة نتفاهم معهم وتنظيمات إرهابية جديدة.